تستمعون الآن إلى برنامج معا ننهض مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع برنامج معا ننهض، وفي الحلقة 20. هذه الحلقة أيها المشاهدون والمستمعون الأعزاء هي خلاصة للمحور الثالث، وهو محور الرسالة. ومن باب التذكير، ظللنا طوال الحلقات الماضية نتحدث عن مقومات التصور الإسلامي. هذه المقومات التي تقوم على 4 ركائز: الركيزة الأولى الحق جل جلاله، والثانية الخلق، والثالثة الرسالة، والرابعة إن شاء الله والمحور الرابع هو المصير إلى الله، أو المصير والرجعة إلى الله سبحانه وتعالى. ونحن اليوم إن شاء الله نختم المحور الثالث، وهو محور الرسالة، والذي أطلنا فيه إلى حد كبير، باعتبار أن أي مشروع للنهضة لا بد له من كتاب، ولا بد له من رؤية، لا بد له من قيم، لا بد له من ركائز يقوم عليها فيما يتعلق بهذا الجانب. وبالتالي بما أننا نحن نرتكز إلى المنظور الإسلامي في نقاشنا لقضايا النهضة، وركزنا حقيقة في هذا المحور على وجه التحديد، لأن هذه التصورات الأساسية التي هي ربما تكون عند البعض مسلمات عادية جدا، ولكنها مهمة جدا في أي مشروع يريد أن ينهض بالإسلام، ويريد أن ينهض بالمسلمين، ويريد أن يكون يحول الرسالة من كتاب مقروء إلى مؤسسات منظورة، من أحكام مقروءة ومتلوة إلى أحكام تحولت وترجمت إلى أفعال وأقوال وأدوات ومؤسسات يمشي بها الناس. ولذلك عائشة رضي الله عنه لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. وبالتالي الترجمة القرآنية بالنسبة للمسلم هو أن يعيش القرآن عمليا، حتى لو لم يحفظ القرآن، لكنه يجب أن يعلم أحكام هذا القرآن ويترجمها عمليا، وحينها يكون مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي امتدحه الله عز وجل بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي امتدحه الله به، والذي قال الله عنه إنك لعلى خلق عظيم، جعل الصحابة يلتفتون إلى هذا الأمر العظيم الذي وصف الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وما هو نوع هذا الخلق. فقالوا لعائشة، وهي أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أعلم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن أجمعين، فإنها أشارت إلى قولها: كان خلقه القرآن. نلخص اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى بشكل مجمل تلك المسيرة الإنسانية المرتبطة بالسماء، المرتبطة بالرسالات، المرتبطة بالكتب. هذه الرسالة العظيمة التي ابتدأها الله سبحانه وتعالى منذ لحظة أن هبط آدم عليه السلام وزوجه إلى الأرض، وقول الله سبحانه وتعالى بأنه سيتعهدهم وسيرسل لهم هدايات: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من تلك اللحظة ظلت رسالة السماء متصلة بأهل الأرض وتتطور معهم كلما تطورت أحوالهم البشرية، وانتقلوا من بيئة إلى بيئة، ومن حال إلى حال، ومن منظومة إلى منظومة، إلا وكانت الرسالة أيضا تواكب هذا الوضع. وبالتالي اكتملت الرسالة، رسالة السماء، وهو المسمى بالإسلام، هذا الإسلام الذي نزل على نوح عليه السلام وانتهى بمحمد صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء ليس لهم إلا دين واحد، هو الإسلام. فنوح عليه السلام كان مسلما، إبراهيم عليه السلام كان مسلما، هود كان مسلما، صالح كان مسلما، وظلت هذه التسمية مستمرة.
والله سمانا بذلك، الله سبحانه وتعالى سمانا بذلك، اختار لنا هذا الاسم، القضية التسليم لله تبارك وتعالى، التسليم لرسالته، الانقياد لأوامره، طاعة الله سبحانه وتعالى فيما أمر، وتصديقه سبحانه وتعالى والتصديق بما أخبر عنه جل جلاله. وبالتالي هذه الرسالة أو هذا الدين الذي تكلمنا عنه ذكرنا بأنه له مستويين، أو يمكن أي دين من الأديان لا يخرج عن حدين، الحد الأدنى لمسمى الدين والحد الأعلى لمسمى الدين. ونلاحظ أن الحد الأدنى لمسمى الدين غالبا هي عملية الحركة في إطار الشريعة والمنهاج، والحد الثابت في مسألة الدين هي العقيدة والإيمان وقضية السردية الكونية، هذه تقريبا شبه ثابتة ليس فيها ما يتغير. قضايا الإيمان ثابتة، قضايا السردية الكونية منذ لحظة خلق آدم وكيف خلق الله السماوات والأرض ولحظة البداية والانطلاق والإخبار ثم المصير، هذه مسألة لا يحصل فيها إشكال بين الرسل وليس فيها اختلاف، ولكن الذي يحصل فيه التغير والتراكم هو مسألة الشريعة والمنهاج. إذن الدين له حد أدنى وحد أعلى في الخطاب، والحد الأدنى كان مع بداية الخطاب مع آدم عليه السلام وهود وصالح، هؤلاء غالبا كان الشريعة والمنهاج في حدها الأدنى، لأنه كان مع بداية البشرية، لم تتعقد الأمور بالنسبة للبشرية، وبالتالي سنلاحظ يبدأ بعد ذلك التطور التشريعي. ولم يكن هنالك خطاب عن الدولة والسلطة والملك، هذه العبارات لا نجدها تقريبا في الخطاب الأول، خطاب آدم عليه السلام، خطاب نوح، خطاب لم يكن هذا، يعني في أقصى الأحوال كان الخطاب عندما يتوجه إلى سلطة عليا كان يتوجه إلى الملأ، والملأ قد يكون ملأ للقبيلة وقد يكون ملأ للقوم، قد يكون ملأ لقرية، المهم لم يرتقي الأمر إلى مستوى الملك والدولة. بل كان الخطاب أيضا في تلك المرحلة خطابا إيمانيا وتعبديا وكونيا وقيميا، والتشريع فيه محدود، التشريعات كانت محدودة، والخطاب فيه أيضا محدود. كيف الخطاب محدود؟ بمعنى يا قوم، محدود على مستوى الإنسان فالخطاب لم يكن موجه للعالمين، ومحدود على مستوى المكان فهنالك رسالات ارتبطت بمكان معين، أمكنة معينة، ومحدود على مستوى الزمان فالرسول غالبا يعقبه رسول، يعني يمكن أن يأخذ فترة من الزمن ولكن لا بد أن يأتي رسول بعده. ولكن سنلاحظ بأن هذه الحالة اكتملت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه المرحلة الأولى اللي هو كيف نستطيع أن نخلص من مفهوم الرسالة إلى مستويين، المستوى الأدنى للدين والمستوى الأعلى للدين الذي يصل في كماله إلى قوله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فبلغت الرسالة كمالها وبلغت النعمة تمامها، وبالتالي هو أقصى ما وصلته ووصله مسمى الدين هو الرسالة المحمدية أو الرسالة الخاتمة التي ختم الله بها الإسلام. اتسم كذلك الخطاب الديني كله، خطاب الدين كله من أوله إلى آخره بثبات في العقيدة والإيمان والسردية الكونية، وشهد كذلك تراكم في منظومة القيم والأخلاق، وشهد أيضا وهو المنهاج، وشهد تغييرا في قضايا التشريع والبينات. هذه السمة العامة أيضا، وهذا الآن نحن تلخيص على الأقل ما ذكرناه حتى يكون إن شاء الله أرسخ ونخلص إلى رؤية كلية لما كنا نسرده. إذن حصل هنالك ثبات في قضايا الإيمان، العقيدة، هذه تقريبا الرسل كلهم خطابهم الإيماني واحد، خطابهم العقدي واحد، خطابهم الديني فيما يتعلق بالإيمان والكفر واحد، خطابهم بما يتعلق بالقصة الكونية بدء الكون ومآلات هذا الكون أيضا واحد، لن يحصل فيه اختلاف ولا يمكن أن يحصل فيه، ولكن يمكن أن يتسع في رسالة ويضيق في رسالة بحسب ما يعني الأرضية المعرفية التي تقف عليها كل مجموعة قومية أو كل مجموعة من المخاطبين. هنالك تراكم في قضايا المنهاج، ذكرنا بأن قضايا الأخلاق والقيم والمنهاج هذه تقريبا كان فيها نوع من التراكم، فلاحظنا كيف أن مسألة القيم بدءا من بر الوالدين إلى
أن اكتملت الوصايا العشر عند موسى وعيسى عليهم السلام، ثم تكاملت بعد ذلك مع رسول الله بقوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو أتمم صالح الأخلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا التتميم وهذا التكميل الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم هي حالة تراكمية بدأت من نوح عليه السلام، وفي كل مرحلة كان يضاف إلينا قيمة من القيم، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا الصراط الذي سلكه نوح عليه السلام وهود وصالح، في كل مرحلة كانت تضاف إليه قيمة من القيم بحسب الحالة البشرية وما تحتاجه، إلى أن اكتمل الصراط. وهذا الصراط سبحان الله هو مسلوك. العلماء لما يقول هذا الصراط مسلوك، بمعنى هذه المنظومة القيمية سار عليها الرسل جميعا بهذه الصورة، في كل مرحلة يحصل فيها نوع من الإضافة والتتمة. وحصل هنالك تغيير، كان يحصل دائما تغيير في قضايا التشريع. في قضايا التشريع لا نستطيع أن نقول كان تراكميا، في قضايا الأخلاق صحيح كان تراكميا، ولكن في قضايا الشريعة كان هنالك اختلاف وتغيير ونسخ وحذف إلى غير ذلك. وكذلك كان موضوع البينات أيضا فيه اختلاف، فليست بينات نوح عليه السلام وهود وصالح وغيرهم مثل بينات موسى. بينات موسى كانت أوسع، ثم بينات النبي صلى الله عليه وسلم المتضمنة في كتابه من باب أولى هي أوسع من كل بينات الرسل، لأنها ستكون إلى قيام الساعة وتتكشف للبشرية في بينات النبي صلى الله عليه وسلم وبصائره وبراهين صحة رسالته ستستمر معنا إلى قيام الساعة. وذلك مصداق قوله تبارك وتعالى: وكذلك سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فسيظل هذا التكشف مستمرا. النقطة الثالثة أيضا من الخلاصات المهمة جدا، أن كمال الدين وتمامه يعني العالمية والخلود والعموم والصلاحية لكل زمان ومكان. عندما نقول أن الرسالة اكتملت، أن الشريعة تمت، عندما يقول الله سبحانه: أكملت لكم دينكم، إذن هنا سنلاحظ أن هذا يعني خطابا عالميا وليس قوميا وليس حصريا على بيئة معينة، أنه خطاب عالمي، أنه خطاب خالد يتصف بالخلود وعدم الانقطاع، أنه خطاب عام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبعثت للناس كافة، كان الأنبياء والرسل يبعثون إلى أقوامهم. وصلاحية هذا الخطاب وهذه الرسالة الخاتمة على الإجابات المحورية والمفصلية عن كافة التساؤلات القادمة في النوازل. يعني لا يمكن أن تكون شريعة خالدة وشريعة خاتمة وشريعة للناس كافة إلى قيام الساعة وهي لا تستطيع أن تجاوب أو أن تجيب على تساؤلات البشر إلى قيام الساعة. وبالتالي هذا من أهم المعالم التي يمكن أن نقولها فيما يتعلق بالرسالة الخاتمة، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ويتسم الخطاب الخاتم بوجود ثوابت ووجود متحركات أو متغيرات. يعني هنالك ثوابت لا يمكن أن تغير. ذكرنا قضايا الإيمان ثابتة من نوح عليه السلام، قضايا السردية الكونية ثابتة إلى قيام الساعة، قضايا أصول التشريع وأصول المناهج والقيم ثابتة إلى قيام الساعة. يبقى هنالك المتحركات فيما يمكن أن نسميه نحن بعلم الأدوات، وعلم الأدوات إلى حد كبير يدخل في قضايا المنهاج. وبالتالي عندما تدرس أنت مثلا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ستجدها سيرة مشتملة تماما على كل التساؤلات التي يمكن أن تمر على أي جماعة أو على أي مجتمع أو على أي نظام دولة، يعني سواء كان دولة أو مجتمع، ستجد أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجيب عن كل التساؤلات باعتبار أنها صالحة للإجابة على ذلك. فقط تعمل شيء واحد: أحذف الآليات والأدوات. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل بالسيف، أنت ستقاتل بسلاح زمانك. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في عالم السياسة يجري الشورى على نمط معين وهو نمط القبائل ونمط الأعيان والوجهاء والإدارات الأهلية وغيرها، ستجري الآن أنت بأنماط مختلفة وصلت إليها البشرية من خلال تطورها
مثل الحالات الحزبية وغيرها. إذا كانت الحالة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تحقيق العدالة ومنظومة العدل يتم بطريقة معينة، فإنك أنت على مستوى الأدوات ستجد أن هنالك تحريك. وهذه طبعا تجيب عن كثير من التساؤلات الذين يتكلمون يقولون بأنكم والله أنتم تطرحون في إطار منظومة الدولة ونظام الإسلام السياسي تطرحون فهما تاريخيا. نحن نقول لا نطرح فهما تاريخيا على مستوى الأدوات وعلى مستوى الآليات، إنما نطرح ثوابت على مستوى القيم الحاكمة. فستظل قيمة الحرية من أعظم القيم في الإسلام، قيمة العدل من أعظم القيم في الإسلام، قيمة الشورى من أعظم القيم في الإسلام، قيمة الوحدة بين المؤمنين والأخوة بينهم من أعظم، قيمة سيادة المؤمنين واستخلافهم في الأرض وتمكينهم فيها، هذه من القيم الأساسية. قيمة حاكمية الشريعة من القيم الأساسية. ستبقى هذه القيم، ولكن سنجد أن هنالك الكثير من الأدوات التي ترتقي بأبعد ما يكون في إطار الشورى، وأقصى ما يمكن في إطار العدل، وكذلك أقوى ما يمكن في إطار تماسك الأمة ووحدتها، وهكذا. سنلاحظ أن الشريعة الخاتمة والخاتمة هي عبارة عن الشريعة التي تجيب عن التساؤلات والنوازل في كل زمان وفي كل مكان، وبالتالي فإنها تتسم بوجود الثوابت الحاكمة في العقيدة والقيم وأصول التشريع، كما يعني وجود مساحة كبيرة في المتغيرات بحسب التطور البشري والمعرفي. وفي هذه المساحة تكون المرونة والاجتهاد والتجديد، هذه المساحة التي يمكن للناس أن يجيبوا فيها عن كثير من تساؤلات عصرهم. كيف يمكن أن ننزل منظومات القيم التي جاء بها الدين وفق لآليات زماننا وأدواتهم وما وصله العلم الحديث في هذا الاتجاه؟ هذه كلها مساحات متاحة لما يمكن أن نسميه بعلم التنزيل. هنالك نصوص شرعية اكتملت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهنالك دلالات لهذه النصوص لا يمكن أن تنتهي، هي مستوعبة لكل السلوك البشري، ولا يمكن للسلوك البشري مطلقا أن يخرج عن نصوص الكتاب. وبالتالي نحن نميل إلى أن الكتاب وإن كان محدودا في نصوصه إلا أنه غير محدود في دلالاته. فدلالات الكتاب كما قال الله سبحانه وتعالى بأن لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. فدلالات الكتاب تستوعب كل السلوك البشري. ستجد في نهاية المطاف أن السلوك البشري محدود، وأن دلالات الكتاب مستوعبة لهذا الأمر. رابعا، يعني هذه القضايا طبعا قضايا الفتوى والمتغيرات يحصل فيها تغير بحسب الأعراف، تغير بحسب الأدوات، تغير بحسب الأرضية المعرفية. في قضايا على كل سيخضع لها النص في مسألة التنزيل، وبالتالي علم التنزيل سيظل علما مستمرا ومتجددا. ولكن علم النزول انتهى بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اكتمل النزول كله في عهده صلى الله عليه وسلم. ولكن قضية التنزيل ستظل مستمرة في كل مجتمع له طريقة تنزيله للنص الشرعي، وهذا على كل له علاقة بعلم الأصول، علم أصول الفقه. رابعا، أيضا بما أن التطور التشريعي والتراكم القيمي للدين قد انتهى بالشريعة الخاتمة، شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، الشريعة المحمدية، فلا يسمى الدين شرعا، لا يمكن أن نسمى الدين من الناحية الشرعية إلا بشموله وتمامه واشتماله على كافة الأحكام. يعني لا يمكن أن نسمي الدين دينا فقط إذا انحصر في العبادات والعقائد، هذا ليس بدين حسب ما انتهينا إليه في مفهوم الدين. يعني الله عز وجل عندما قال اليوم أكملت لكم دينكم، كانت الشريعة والمنهاج والعقائد والسردية الكونية التي ذكرناها كانت مكتملة، وبالتالي يدخل تحت هذا المسمى كل هذه العقائد. ولهذا نجد أن جبريل عليه السلام عندما جاء في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في صورة بشر، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام وسأله عن الإيمان وسأله عن الإحسان، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فمسمى الدين لا بد أن يشتمل على الإسلام وعلى الإيمان وعلى الإحسان، ولا يمكن أن يسمى دين إلا بهذه التركيبة الثلاثية، يعني هذه المستويات كلها تسمى دين. وبالتالي الذين يريدون أن يختزلوا مفهوم الدين في الإطار الروحي أو الإطار التعبدي فقط، أن الإنسان فقط والله يكون متدينا في المسجد ثم يخرج إلى سائر مناحي الحياة، هؤلاء يعني يوجدون إشكالية كبيرة جدا بالنسبة للمسلم الذي يتصور الإسلام بهذه الصورة.
وأن أي اختزال لمسمى الدين وحصره في دوائر ضيقة هو خروج عن مسمى الدين المنزل إلى معاني ومسميات الدين المؤول أو المبدل. يعني من خرج عن مسمى الدين المنزل كما أنزله الله سبحانه وتعالى خرج بعد ذلك إلى عالم التأويل أو عالم التبديل، ليس لنا خيار آخر. خامسا، إكمال الدين وختام الرسالات إيذان من الله سبحانه وتعالى للناس بنضج العقل البشري والتجربة الإنسانية والتحول من عالم الشهادة الذي كان سائد في كثير من الرسالات. كان عالم الشهادة حاضر خاصة في بني إسرائيل، كانوا يشاهدون كثير من القضايا الحاكمية الإلهية أو الفاعلية أو الفعل الإلهي المباشر، كانوا يرون أن الله سبحانه وتعالى يشق لهم البحر، وكانوا يرون أن الله ينزل عليهم المائدة، وكانوا يرون أن الله سبحانه وتعالى يطعمهم مما يطلبون، ويرون أشياء كثيرة. يضرب موسى عليه السلام على الحجر فيرون ينفجر إلى 12 يعني حسب أعداد قبائلهم إلى غير ذلك مما كان يندرج تحت عالم الشهادة. دخلنا بكمال الرسالة وتمامها إلى عالم آخر وهو عالم الغيب. فالرسالة الخاتمة من أعظم خصائصها أنها رسالة تتسع فيها مساحة الغيب، لأن العقل البشري إلى حد كبير مع التجربة الإنسانية الطويلة ومع هذه التجربة الواسعة وصل إلى ما يمكن أن نسميه بقضية التجريد، فهو ليس عنده دائما قضية التشخيص. والإيمان هنا سيرتقي من عالم التشخيص إلى عالم التجريد. عالم التجريد بطبيعة الحال لا يميل إلى قضية الشخصنة، وهنا طبعا مسألة مهمة جدا، وهو ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أول ما فيها من هؤلاء؟ الذين يؤمنون بالغيب. فأعظم ما هو في الرسالة الخاتم أنه انتقال من عالم الشهادة إلى عالم الغيب في كثير من القضايا، وارتباط الناس بالسماء بعد ذلك عبر الرسالات بدل الرسل. يعني أنت مرتبط برسالة وهي الكتاب، وينقطع الرسول. نقف هنا إن شاء الله ونعود إليكم بعد قليل، فلا تذهبوا بعيدا. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة. وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. عدنا إليكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الرشد والصواب. نحن كنا في الفقرة الخامسة في الخلاصات حول مفهوم الدين. ذكرنا بأن اكتمال الدين وخاتمية الرسالة فيما تعني
أو أحد دلالاتها أن التجربة البشرية والإنسانية والعقل الإنساني قد وصل من خلال هذه التجربة المصاحبة له من الرسالات والرسل والأنبياء، استطاع بعد ذلك الإنسان أن يكون يحال إليه الكتاب وهو قادر بإذن الله سبحانه وتعالى على أن يواكب مسيرته وما تبقى منها دون أن يحتاج إلى رسول من الرسل. ولكن هنالك مفهوم التجديد الذي يحصل من داخل الرسالة ومن داخل الأمة. فهنا نلاحظ أننا أحلنا بعد ذلك إلى مسألة مهمة جدا، وهي اشتمال كتابنا، كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا القرآن اشتماله على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بينات النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. ومن أهم خصائص هذه الرسالة الخاتمة هي حاكمية الكتاب. انتقلنا بعد ذلك إلى هذا المفهوم أننا أمام كتاب نحتكم إليه، وأن هذا الكتاب الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نلتزمه، وأن من خرج عليه قد يكون خروجه كفرا أو ظلما أو فسوقا حسب ما جاء في الآيات: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، بحسب الأحوال. فعلى كل نحن الآن أمام حاكمية الكتاب، وهذا الكتاب حاكميته مستمرة على الجميع. وهذه واحدة من القضايا المهمة جدا في النهضة، وهو أي نهضة لا بد لها، ذكرنا بأن لا بد لها من كتاب. هذا الكتاب إما أن يكون كتابا لفيلسوف من الفلاسفة، أو لنظرية من النظريات التي تعتمدها جماعة من الجماعات أو حزب من الأحزاب، فتظل هذه النظرية حاكمة على الجميع. النظرية الشيوعية، النظرية مثلا الرأسمالية، الكثير من النظريات التي هي الآن محل تطبيق وسائدة في كثير من البلدان، ستظل هنالك مرجعية للناس. بالنسبة لأمة الإسلام المرجعية الأساسية فيها هي حاكمية الكتاب، أن كتاب الله سبحانه وتعالى هو الحاكم على كل السلوك البشري. وبالتالي هنا مسألة مهمة جدا، وهو أننا هنا الشعور بالعدل والشعور بعدم التحيز أكثر في هذا النوع من أنواع النهضة، لأن أشكال النهضة الأخرى التي يكون فيها عملية التقنين وعملية التشريع تحال إلى البشر، فإن هؤلاء البشر خاضعين لأهوائهم، لرغباتهم، لتحيزاتهم، مهما بلغوا من النزاهة والفطرة والرقابة، إلا أنه لا يمكن أي برلمان من البرلمانات له تحيز، أي مجموعة قانونية لها تحيزاتها، سواء كانت هذه التحيزات وظيفية أو كانت تحيزات طبقية أو كانت تحيزات دينية مذهبية. ولكن حاكمية الكتاب في النهضة المسلمة توفر للناس مساحة واسعة جدا من المشتركات، دون أن يشعروا بأن هنالك حاكمية من طرف على طرف أو تحكم من طرف على طرف، لأن الحاكم هنا هو الله سبحانه وتعالى. وبالتالي أعظم نداء نحن دائما نوجهه لأهل الكتاب هو ما قاله الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. إذن هذه المسألة مهمة جدا، حاكمية الكتاب وعالمية الخطاب وشرعة التيسير والرحمة. هذه أعظم خصائص الرسالة، أن الكتاب حاكم على الجميع، الملوك والرؤساء والأفراد العاديين، الخلق كلهم أمام خطاب الله سواء. وبالتالي هذا التساوي في الخطاب سيكون تساوي في التكليف، تساوي أمام القانون، تساوي أمام النهضة، تساوي أمام التنمية، تساوي أمام العدالة. كل ذلك يندرج بما أننا كلنا عبيد الله سبحانه وتعالى، موجه إلينا هذا الكتاب، فليس هنالك طبقية أو أرباب. يسمي القرآن هذا النوع أرباب. قد يكون الأرباب حزب يسيطر على شعب، وقد يكون الأرباب رجال دين يسيطر على الشعب، وقد يكون عبارة عن رؤوس أموال تسيطر على الشعب فيسمون أربابا. ولذلك هنا لما قال تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية: قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، كان عدي بن حاتم الطائي لما سمع هذا الكلام قال: يا رسول الله، لم نكن نعبدهم. قال: أليسوا يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله فتطيعونهم؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. إذن من يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله ثم يطيعه الناس، هذه هي العبادة في حقيقتها. العبادة هي عبارة عن مفهوم الطاعة والانقياد. سادسا، من الأشياء المهمة جدا أن فاعلية الرسالة الخاتمة، فاعلية هذه الرسالة الجامعة للدين والدولة والهداية والولاية والدعوة والسياسة، كما عرضناها في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، غالبا ما تكون في المجال العام. يعني بالصورة التي ذكرناها شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، الفاعلية الحقيقية، الظهور الحقيقي تظهر في المجال العام. يعني
مفهوم السياسة سيظهر في الدولة، مفهوم العدالة القضائية سيظهر في الدولة، مفهوم العدالة التنموية سيظهر في الدولة، مفهوم الحقوق والحريات أيضا سيظهر في الدولة. وبالتالي من يطالب عزل هذا النوع من الرسالات، عزل الرسالة المحمدية عن الشأن العام، فإن ذلك يريد أن يختزلها اختزالا كبيرا دون أن يجعل على الأقل، دون أن يراعي مفهوم الدين عند أصحابه وخاصية الرسالة نفسها. وبالتالي ما تكون في المجال العام والمجال الاجتماعي، وتظهر بشكل كبير في مسألة القيم والأخلاق والتشريعات. فالذين يرفضون دخول الدين في الساحة العامة إنما يرفضون جزءا كبيرا من ماهية الدين الإسلامي. هذه نقطة مهمة جدا في الخلاصات. يعني الذين مثلا يقولون والله فصل الدين عن الدولة، إما أنهم يجهلون طبيعة الدين الإسلامي أو لا يعرفونه وينزلون مفهوم الدين بمعناه عند آخرين أيا كان هؤلاء. فالدين كما ذكرنا في حده الأعلى والأدنى يتفاوت، فهنالك بعض الأديان اختزلت مثلا في العقائد والأخلاق، ولكن هنالك أديان لم تختزل، لا زالت حية وفاعلة وكتابها محفوظ وموجود. ولو اجتمع أهل الأرض جميعا على أن يغيروا في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لما استطاعوا. سابعا، وبالتالي هذه مسألة مهمة جدا في أن الذين ينادون بفصل الدين عن الدولة خاصة في الإسلام هو اختزال وإضرار به. سابعا، الإسلام ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم الخاتمة عبر تاريخها الطويل كما ذكرنا كانت محورا مهما في الحياة، سواء كانت في العقيدة أو المعرفة أو التشريع أو الأخلاق. بينما التاريخ الغربي الأوروبي لم يكن قط الدين محورا أساسيا فيه. يعني الدين ذكرنا ذلك في فترة عيسى عليه السلام كيف تطور وكيف اختزل وكيف تدخلت الدولة لتحذف الشريعة التي كانت متعلقة بشريعة موسى عليه السلام، وبالتالي أدخلوا في محور الشريعة أدخلوا التشريع الروماني. فدخل هنا إذن أخذوا من الدين ما يتعلق بالعقيدة والأخلاق، وأخذوا من تاريخهم الطويل سواء كان تاريخ دولهم في اليونان في الرومان في غيرها، أخذوا ما يتعلق بالتشريع. وبالتالي منذ البداية التاريخ الأوروبي كان يعيش حالة الفصل، لم تكن هنالك. لكن في فترة من الفترات تدخلت الكنيسة لتسطو على الدولة وتسطو على الحياة العامة، وبالتالي أعاد الملوك وأعادت الثورات الوضع الطبيعي للحالة الدينية التي كانوا عليها، ففصلوا مفهوم الدين عن مفهوم الدولة. وبالتالي مخطئ من يتصور بأن الحالة الدينية في أوروبا أو في الغرب بشكل عام منذ البداية كانت متزامنة بين الدين والدولة. لا، التاريخ الإسلامي مختلف، عاش منذ لحظة نشأته إلى لحظة مفارقة النبي صلى الله عليه وسلم الحياة إلى الوقت القريب تقريبا 100 عام. كانت الحضارة الإسلامية تقوم على كافة أركان الإيمان وأركان الإحسان وأركان الإسلام وكافة القيم المتعلقة بمفهوم الدولة. إذن هذه النقطة السابعة محور كانت كلها تقريبا تعيش التاريخ الغربي والأوروبي، لم يكن يعرف هذا النوع من الاندماج، ولكن كان الدين يعيش على ضفاف وهامش الحضارة كما يقول الدكتور أستاذ الفاضل محمد الأمين الشنقيطي محمد المختار الشنقيطي، يؤكد ذلك في بحثه أو رسالته في الدين والفطرة. هذه مسألة مهمة جدا، وهي كانت عبارة عن ولم تخضع، يعني لم تخضع أوروبا في تاريخها للقانون المسيحي، ما خضعت للقانون المسيحي مطلقا. فهي إما لأنه لم يكن موجودا عندها، أو أنه تم فيه تحريف وتبديل كما هو الحالة التي ذكرناها في حالة الانحراف التي صاحبت الديانة المسيحية، وكيف أن الدولة نفسها حاولت أن تتدخل في السياقات الدينية وفيما هو مقبول من الدين وما هو مرفوض من الدين. هذه المسألة لم يخضع لها الإسلام. يعني الإسلام يمكن أن يختزل في تطبيقه، ولكن لا يمكن أن يختزل في كتابه ونصوصه. فالنصوص ستظل موجودة. ظلت الحركة العلمية في التاريخ الإسلامي حريصة على أن يكون النص سواء كان قرآنا أو سنة نصا محفوظا، نصا لا يتطرق إليه التأويل، لا يتطرق إليه التبديل والتحريف، فهو نص محفوظ. حتى لو فترة من الفترات جاء شخص جمد هذا النص، سيأتي يوم من الأيام جيل أيضا ويحاول أن يحرك هذا النص ويفعله، بينما هذا الأمر لم يكن موجودا في الحالة الأوروبية. على كل، المجامع الدينية أيضا كانت مؤثرة فيها، أو أنه لم يكن أيضا له حضور سياسي. الحالة المسيحية ذكرنا الملاحقات اللي كانت للحواريين والرجال الدين كيف تمت ملاحقتهم،
منذ البداية. وبالتالي القياس بين الحضارتين، بين الحضارة الإسلامية ومفهوم الدين فيها والحضارة الغربية ومفهوم الدين فيها، ستلاحظ أنه قياس مع الفارق، وأي قياس مع الفارق لا محل له من الإعراب. ثامنا، وهذه مسألة مهمة جدا، نلاحظ أن الدين منذ البداية، يعني التاريخ الإنساني والتاريخ البشري، يمكن أن نلخصه بأنه في حقيقته وجوهره هو تاريخ ديانات. فالدين هو الذي كان يرتقي بالناس، والدين هو الذي كان يجيب عن تساؤلات كثيرة جدا لم تكن الأرضية المعرفية للشعوب والأمم تلك متوفرة لها، ولكن كان القرآن ينقله، كانت الكتب تنقلهم، وكان الرسل ينقلونهم قيميا وينقلونهم معرفيا ويجيبون عن تساؤلاتهم من خلال وحي السماء. ولكن كما ذكرنا بلغت البشرية بإذن الله سبحانه وتعالى القدرة على أنها يمكن أن تكتشف الكثير من خلال السير في الأرض وتجيب عن تساؤلاتها من خلال التجريب، وما لم يكن مقدورا عليه في ذلك فإن هنالك كتاب يجيب عن ذلك. وبالتالي ما بين الكتاب المسطور والكتاب المنظور تبنى هذه الحضارة الإسلامية. والتدين فطرة مركوزة في الإنسان مع بداية خلقه، والمسيرة الإنسانية هي مسيرة التدين، سواء كان التدين موافقا للفطرة وهو الإسلام والتوحيد، أو التدين المنحرف والضال بفعل الشيطان وتلبيسه عن الناس حيث يحرفهم عن الصراط المستقيم إلى السبل الأخرى القائمة على الفلسفات التي أدت بالإنسان إلى الخواء الروحي، أدت بالإنسان للخواء الروحي. فتاريخ الإنسانية هو تاريخ الأديان، تاريخ الإنسانية هو تاريخ الأديان، فلا حضارة بلا دين أو تدين، كما يقول المؤرخ اليوناني في كتاب الإسلام والحضارة الغربية، كما يقول المؤرخ اليوناني بلوتارخ، يوجد مدن بلا أسواق، ومدن بلا قصور، ومدن بلا فن، ومدن بلا مسارح، ولكن لا يوجد مطلقا مدن بلا معابد. فالحضارات كلها ستجد أن المعابد حاضرة فيها. إذن الدين بغض النظر عن سلامته أو صوابه خطئه، لكن الإنسان متدين بطبعه، الإنسان متدين بطبعه، وهذه فطرة في الإنسان. الحاجة إلى الدين مثل الحاجة عنده إلى الطعام والشراب، بل أشد، يعني حاجته إلى أن يستجيب إلى فطرته وإلى نداءات الفطرة المركوزة في داخله إلى العمق الجواني كما يقول علي عزت بيجوفيتش. هذه مسألة مهمة جدا لا يمكن أن تتجاوزها. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: إن الإسلام دين الفطرة، إن الإسلام دين الفطرة، وأن الرسل إنما بعثوا للفطرة. يعني يقول الدين لا يختلف عن الفطرة، بل يتوافق مع فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، وبالتالي خلق الله وأمر الله يتوافقان. فالرسالة تتوافق مع الخلق، تتوافق مع فطرة الإنسان المركوزة فيه. لذلك ابن تيمية عنده عبارة جميلة جدا، يقول: إنما الرسل بعثوا لتكميل الفطرة وتقريرها، لا بتحويل الفطرة وتغييرها. بعث الرسل بتكميل الفطرة وتقريرها، أي إقرار الفطرة، لا بتحويل الفطرة وتغييرها. ختاما، وهي التاسعة، هنا سؤال يثور حقيقة ومهم جدا الوقوف عليه والإجابة على هذا السؤال، وهي ختام الخلاصة: هل كان الإسلام عامل فاعلية ونهضة للأمة الإسلامية والحضارة العالمية، أم أنه كان عامل خمول وتخلف وتعطيل للعقول والطاقات مما يمكن الاستغناء عنه والذهاب بعيدا عنه، ونلحقه كذلك بالديانات أو بالأديان التي تسببت في عرقلة المسيرة الإنسانية وعطلت العقول وجمدت الطاقات وقتلت الإبداع؟ نلاحظ إن مما هو معلوم ومشهور أن العرب كانوا أمة أمية، ولم تكن ذات دولة مركزية ولا نهضة علمية أو فلسفية، وكانت بداية الإسلام من قلب الجزيرة العربية الأمية البدوية. فحول الإسلام هؤلاء العرب إلى قادة وسادة العالم، وحملت رسالة ومشاعل تحرير وبناة حضارة عالمية سادت العالم 13 قرنا، وشملت عدة قارات، بل الأبعد من ذلك أنها أثرت وساهمت في بناء الحضارة الغربية والنهضة الأوروبية، كما يقول المؤرخ الفرنسي وعالم الأنثروبولوجيا غوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب، يقول:
هذا الرجل من العباقرة والفلاسفة الأوروبيين الكبار وهم من الفرنسيين. وطبعا مهم جدا أن ما آتي به من بعض الاستشهادات عن الفرنسيين لمسألة مهمة جدا، وهو ما نعانيه الآن أو ما تحاول القيادة الفرنسية حاليا أن تصدره أو تجعل منه مشكلة، فتريد أن تجعل أن الإسلام في أزمة أو أن المسلمين في أزمة أو محاولة التأجيج الديني. على كل هذه المسألة عندي استشهادين حقيقة لكبار فلاسفة الغرب، أحدهما غوستاف لوبون الذي يقول هذه العبارة في تأثير الحضارة الإسلامية على الحضارة الغربية الأوروبية، حيث يقول ما يلي: يقول إن الجنرال الفرنسي الأشهر نابليون بونابرت عند عودته إلى بلاد فرنسا راجعا من مصر عام 1801 أخذ معه كتاب فقهي. هذا كلام غوستاف لوبون، يقول أخذ معه كتابا فقهيا وهو شرح الدرديري على متن خليل. وهذا طبعا يعرفوه السادة المالكية، معروف إنه متن خليل وصعوبته. عندك شرح المتن، طبعا شرح الدرديري مختصر خليل، وكان شرحا مفصلا وموسعا ويعتبر عمدة في المذهب المالكي، وهو أول فقه إسلامي رافق الأوروبيين. ذهب بفقه الدرديري وذهب إلى فرنسا. هذا الكتاب الفقهي يقول غوستاف لوبون الذي أخذه بونابرت، يقول إنه بنى عليه القانون الفرنسي الذي كان أحد أهم أسباب نهضة أوروبا. هذا طبعا عقلاء الغرب وفلاسفة الغرب من المنصفين الذين تعاملوا مع الحقائق كما هي مجردة، بعيدا عن الأحقاد، بعيدا عن الضغائن. انظروا كيف يحكمون. فها هو الآن غوستاف لوبون يقول بأنه بني القانون الفرنسي على الفقه المالكي، وخاصة الكتاب الذي جاء به بونابرت يعني نابليون إلى فرنسا، الذي كان أحد أهم أسباب نهضة أوروبا، خاصة في مادة الأحكام والعقود والالتزامات، ليكون بذلك الفقه الإسلامي خاصة الفقه المالكي أثر كبير في التشريع الفرنسي خاصة. ومدونة الفقه المدني المعروفة بمدونة نابليون، يعني هذه كلها طبعا أهل القانون يعرفون هذه المسائل. فمدونة نابليون على وجه التحديد صيغت من قوانين، كلها صيغت منه قوانين إدارة وتجارة وزراعة وعلاقات فردية والعلاقة بين المواطن والنظام والعلاقات الدولية. كل ذلك تم صياغته مستفيدا من هذه التجربة أو هذه الخلاصة البشرية الإنسانية. وبالتالي ونحن طبعا ننظر إلى أن الحضارة الإنسانية لا تحتكرها أي مجموعة، فالحضارة الإنسانية ملك لبني الإنسان، ملك لبني آدم جميعا. ما كان فيها من خير يتم الاستفادة منه. فكما يتأثر اليوم المسلمون بما يجري في الغرب، أيضا تأثر الغرب في يوم من الأيام بما كان عليه الوضع. ثم أصبح أساس كل القوانين، يقول هذه المدونة أصبحت يقول أساس كل القوانين الأوروبية الغربية الحديثة. وفي هذا يقول المؤرخ الإنجليزي ويلز في كتابه ملامح تاريخ الإنسانية إن أوروبا مدينة للإسلام بالجانب الأكبر من قوانينها الإدارية والتجارية. ختاما أيها الإخوة الكرام، ونحن نختم هذا المحور، يقول أيضا رائد التنوير والعلمانية وفيلسوف فرنسا وعظيمها أيضا الفيلسوف فولتير، يقول وهو يهاجم، كان فترة من فترات كان يهاجم الإسلام في أعماله وفي خطاباته، حتى اضطرت الكنيسة أن توقف بعض أعماله، لكنه أخيرا ختم بمسألة مهمة جدا في كتابه القاموس الفلسفي، وكان ذلك 1764. يقول ما يلي وأختم به إن شاء الله هذه الحلقة. يقول مخاطبا قومه: أقول لكم مرة أخرى أيها الجهلة الحمقى الذين أقنعهم جهلة آخرون أن الدين المحمدي دين شهواني، إن هذا ليس صحيحا. لقد خدعوكم في هذه المسألة كما في مسائل متعددة أخرى. أيها القساوسة والأحبار، لو فرض عليكم أن تمتنعوا عن الطعام والشراب من 4 صباحا إلى 10 مساء، وهي طبعا في شهر يوليو، يقول عندما يكون هذا الشهر شهر الصيام عندهم، ولو منع عنكم القمار بكل أنواعه، ولو حرمت عليكم الخمر، ولو كتب عليكم الحج في الصحراء المحرقة، ولو أمرتم بإخراج 2.5 من دخلكم للفقراء، ولو اقتصرتم على 4 زوجات، أنتم الذين ألفتم التمتع ب18 امرأة، هل يمكن وبكل صدق أن تقولوا عن هذا الدين إنه شهواني؟ يعني هذا الدين الذي يعني وصفه بهذه الأوصاف، ذكر فيه البعد التعبدي، البعد الشعائري، يخلص بالإنسان إلى حالة التحرير
الداخلي للإنسان ليكون عابدا لله سبحانه وتعالى وليس عبدا لشهواته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبذلك يكون إن شاء الله قد انتهينا من المحور الثالث وهو محور الرسالة، وسنكون إن شاء الله ختام حلقاتنا في الحلقة 21 إن شاء الله عن المصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.